كيران يدخل بقوة ويضرب من حديد بقرارات خطيرة جدا اللي غادي تدقدق حكومة أخ النوش، ولكن مازال ما قنعناش. واخا قال هاد القرارات إلى نجح في الانتخابات غادي يطبقهم، ولكن مازال القرارات قليلة. انه مازال قرار ديال تسقيف الاسعار، هذا هو القرار الاول صراحه. خاصك تقولوا لنا السي بن كيران باش نصوتوا عليك، عطينا واحد القرارات تكون قويه باش نديروا فيك الثقه. اما هاد جوج قرارات اللي قلتي مزيانين ولكن مازالين كنتظروا قرارات اخرى، وكنتظروا احزاب اخرى تا هما يدخلوا على الخط يقولوا القرارات اللي غادي يديروا. الا ما قنعوناش بالقرارات ديالهم ما عندنا ما نصوتوا عليهم ولا شي حاجه. حد الان دابا بن كيران هاد جوج قرارات اللي قالهم قرارات قويه وتبارك الله عليه. المهم حد الان بن كيران هو اللي فايز. نشوفوا القرارات اللي قال ونبداو على بركه الله. الساعه الاضافيه هذيك حنا قلنا صافي، الساعه الاضافيه ملي غنوصلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم الى تراسنا الحكومه، اول قرار غنتخذوه غنردوا الساعه الحقيقيه. وإلى ترأسنا الحكومة أول قرار غنتخذوه غنحيدوا 30 عام. اذا صراحه قرارات قويه ومزيانه، ولكن مازال كنتظروا قرارات اخرى، ان هاد القرارات هادو غير كافيين. علاش؟ الساعه نتوما اللي زدتوها ومزيان بغيتي تحيدوها نتوما النيت، و30 سنه ايضا. اذا صراحه قرارات مزيانين، ولكن كنتظروا قرارات اقوى باش حنا كمواطنين نطمئنوا في التصويت. مازال زيدوا ديال تسقيف الاسعار، زيدوا كثير من القوانين والقرارات. يلا حنا كنتظروا. المهم اي واحد قال شي قرارات مزيانين وصالحين للشعب المغربي حنا معاه. وتبارك الله عليكم وتحياتي لكم والى اللقاء.